السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا. هنعمل السابليه، وهنعمل كمان هعرفكم كمان طريقة الشوكولاتة، والمكونات هنزلها كلها في صندوق الوصف. اول حاجة في مكونات السابليه معايا كوباية من الزبدة، اي نوع زبدة انتي بتفضليه هناخد منه كوباية كاملة. تمام. وهنضيف عليه معلقتين من السمنة البلدي الممسوحة، مقدار المعلقة اللي هي معلقة الأكل العادية، تمام، اللي هي معلقة كبيرة. ومعايا كوب إلا ربع من السكر البودرة، ومعايا 3 أكواب من الدقيق. نوع دي اللي أنا مستعملاه ده دقيق سايب، بس طبعا كويس، نوع ممتاز. أول حاجة هنزل بالزبدة في بولة معايا. أهم حاجة الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هضيف السمنة البلدي، معلقتين من السمنة البلدي الممسوحة. هبتدي بقى هنا اضرب كويس جدا الزبدة مع السمنة كويس جدا بالمضرب لحد ما اللون يفتح شوية. بعد كده هضيف السكر البودرة. هضيف بقى هنا دلوقتي السكر البودرة، معايا كوب الا ربع من السكر البودرة. الخطوة بتاعت السكر البودرة دي انا مش هضرب فيها كتير، يعني تقريبا كده دقيقتين بس، السكر يندمج كويس جدا مع الزبدة. وبعد كده طبعا هضيف الدقيق على طول. طبعا لما اجي انزل الدقيق بنزل الدقيق بالتدريج، يعني بنزل جزء واضرب وبعد كده بنزل الجزء التاني. هنا ضفت الدقيق. طبعا اهم حاجة لو جبت دقيق سايب يكون منخول كويس جدا، ويكون كمان دقيق كويس، لان في دقيق طبعا لما بنشتغل فيه بنكتشف ان هو مش كويس، بيبقى محتاج نسبة سمنة اكتر، بيبقى يعني بياخد مكونات اكتر. فانت لو في نوع دقيق متعودة عليه يفضل ما تغيرهوش، ادام هو كويس جدا معاكي في المعجنات ما تغيرهوش برضو، لان الكحك والبسكويت والبيديفور والحاجات دي كلها نفس نوع الدقيق يبقى في كله. الخطوه دي بقى انا خلاص هستغنى عن المضرب الكهربائي، وهبتدي بقى ايه الم العجينه بايدي. ده طبعا باقي الدقيق هبتدي الم كده، انا مش عايزه اضيف الدقيق كله عشان اشوف هيبقى مناسب ولا لا، هل هيحتاج دقيق تاني ولا لا. لو العجينه طلعت معايا طريه جدا يبقى هحتاج دقيق، لو العجينه طلعت معايا كويسه يبقى خلاص. تمام. فتعودي دايما ما تحطيش المقدار كله. هنا المقدار اتلم معايا على طول، ما خدش وقت نهائي، تقريبا دقيقتين بالظبط. هنا انا مسكت العجينه وكنت بعمل لها اختبار، لقيتها بتتشكل معايا كويسه جدا وطريه، يبقى هي كده تمام. هبتدي بقى ايه المهم كويس جدا واسيبهم شويه في البوله، واغطيهم بكيس، طبعا ما اسيبش العجينه مكشوفه ابدا، وهسيبها شويه ترتاح حوالي كده 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده ابتدي اشتغل فيها. هنا بقى اكون مجهزه معايا قوالب السابليه. طبعا القوالب دي بتشتريها عادي من اي محل مستلزمات حلواني، او من الناس اللي بتبيع اللي هو الحاجات الاستانلس والالومنيا والحاجات دي، بيبقى عندهم الحاجات دي كل حاجه، الكحك والبيديفور كل حاجه. طبعا انا كنت جايباهم بدري جدا، في منهم طبعا جايباه رخيص وفي منهم جايباه غالي. وهو بقى يعني كل ما بيجي عليا مناسبه بجيب حبه الصراحه، لحد يعني بيبقى معايا عدد. ابتدي بقى طبعا اخد العجينه واحطها في القالب بتاع السابليه واشكلها كده، ما احاولش ان انا اكتر العجينه ابدا،
يعني احاول دايما ان انا اعمل فراغ في النص كبير، اسيب مكان يعني للحشو، لان طبعا السابليه من الحاجات اللي يعني بتكتر وهي بتستوي، هتلاقيه نفش كده. فتحاول ان انت ما تكتريش العجينه، تبقى على القد بالظبط. تعملي كده بقره جامده قوي في النص، تبقى ظاهره للحشو. طبعا انا هنا حشيت الكميه كلها اللي معايا. طبعا انا سايباهم بره الصاج دول عشان القالب بتاعهم كبير شويه وخفيف، فممكن يتحرقوا مني. فدول انا هسويهم لوحدهم في حاجه تانية. ده طبعا شكله بعد ما استوى، اخد اللون الجميل جدا دوت اللي هو الذهبي. لونه جميل مستوي جدا وريحته جميله جدا. طبعا مكونات الشوكولاته هنزلها لوحدها في فيديو لوحده عشان نعرف كويس اوي ازاي نعملها. انا بس هنا عشان كنت مستعجله وعايزه اخلص بس. فده شكله بعد ما خلصت. ببتدي هنا ازين، بسيبه شويه لحد ما الشوكولاته تمسك. بعد كده طبعا ببتدي ان انا اشيله، سواء في علبه تلاجة او هتشيليه في الصينيه زي ما هو، زي ما تحبي يعني. المهم ان هو ما ينفعش نحطه على بعض، هو لازم كده كل واحده تبقى لوحدها عشان نحافظ يعني على الشكل بتاعه، عشان لما يجيلنا ضيوف ولا حاجه يبقى الشكل طبعا لطيف. ودي كانت الوصفه معانا النهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم. ان شاء الله نتقابل في الفيديو القادم. اشوفكم على خير، مع السلامه.